قبل ما نسمعوا على منسى موسى وقبل ما تنبوكتو تولي مدينة العلم، كاين مملكة عظيمة سبقتهم كاملين، مملكة غانا. مملكة غانا ماشي هي الدولة اللي كنعرفوا اليوم، بل كانت إمبراطورية في غرب إفريقيا قامت في القرن 7 ميلادي، وكانت كتسيطر على طرق التجارة ديال الذهب والملح. تخيل معايا، الذهب كان كيتحفر من الأرض وكيتمشيو به القوافل مئات الكيلومترات، وغانا كانت كتفرض ضرائب على كل شيء بفضل الموقع ديالها وذكاء ملوكها. تجار من الشمال خصوصا من القبائل الأمازيغية كانوا كيمشيو لغانا يتبادلوا السلع، وهكذا دخل الإسلام للمنطقة. لكن الملوك ديال غانا بقاو محافظين على تقاليدهم لفترة طويلة، وكان عندهم جيش منظم كيقولوا أنه فيه 200 ألف جندي، وهذا ساعدهم يحميوا حدودهم لقرون طويلة. ولكن مع الوقت بداو النزاعات الداخلية وتكاثرت الهجمات من الممالك المجاورة، خصوصا من دولة المرابطين اللي جاو من المغرب. وفي القرن 11 سقطت الإمبراطورية وتفرقت الأرض بين قبائل وممالك صغيرة، ومن ثم طلعت مملكة مالي اللي دازت في الحلقة السابقة. مملكة غانا أول إمبراطورية كتبت المجد الإفريقي بحروف من ذهب، ولكن التاريخ نساها، وحنا اليوم كنرجعوا لها الحق ديالها.